مساء الخير يا جماعة. أنا في السنتين اللي فاتوا بطلع معاكم لايف عشان أتكلم عن قضايا تهمكم. القضايا دي يا جماعة بتبقى محتاج صحفي استقصائي، يعني عشان أعرف أجيب المعلومة الصح، المعلومة اللي تهمكم. وأنا عمري ما غلطت في حد، وعمري ما اتكلمت عن حد من غير وجه حق، وأنا زي أي صحفي عندي طرقي وعندي أساليبي اللي بعرف أجيب بيها المعلومة. ساعات الأساليب دي ممكن تبقى ملتوية شوية أو عليها علامة استفهام، ولما بعمل كده أنا بعمل كده عشان أنا بني آدم وبلاعب شياطين، فلازم أفكر بعقلي مش بقلبي. لكن مهما حصل أنا عمري ما هتنازل عن حق الناس اللي اتظلمت، حتى لو ده في أذيتي أنا شخصيا. أنا بتهدد يا جماعة ومش هيتلوي دراعي. الفيديو اللي هعرضه لكم دلوقتي لسه مبعوت لي دلوقتي حالا. لازم تطلع تعتذر عن الكلام اللي قلته عن صلاح يزن والمستشفى بتاعته، ولازم تطلع تقول ان انت كنت بتعمل كده عشان تستغل اسمه وسمعته الكويسة لحساب المشاهدات. انت كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اسيبه يلوي دراعنا وينفد بقسط الادويه دي؟ وبعدين هو اخره يعمل ايه في البنت؟ هديها قلمين وارميها في الشارع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عموما شكرا انك طول الوقت بتثبت لي اني احسن قرار خدته في حياتي اننا نسيب بعض. انا مش فاهم انت ليه دايما بتربطي خناقاتنا بلما سيبنا بعض؟ عشان الحرب اللي انا رحت رميت نفسي فيها، الحرب اللي مش عاجباك دي، كانت احسن لي 100 مره عن اني اعيش جنبك، اعيش جنب بني ادم كل همه انه ينجم نفسه على حساب اي حد مهما كانت الطريقه رخيصه. لا، وبتبرر لنفسك كل ده على انه صحافه. لا، هي صحافه، خبر ونتيجه. انا في الكام سنه اللي فاتت دي فضحت كام واحد كان لازم يتفضح، ساعدت كام واحد من الناس اللي انت شايفاهم ماشيين في الشارع دول. انت بقى عملتي ايه؟ عرفتي توقفي الصاروخ قبل ما ينزل على المستشفى؟ لو سمحتي بقى كفايه تفضلي فاكره انك انت احسن مننا.